البارح في الندوة الصحفية ديالو استعدادا لمباراة تنزانيا قال المدرب ديال المنتخب الوطني وليد الركراكي بأن السبب في عدم الفوز ديالنا بكؤوس إفريقية كثيرة هو الغرور وغياب التواضع. ولكن واش فعلا الغرور هو السبب الوحيد في هذا الشيء هذا؟ لا أعتقد، لأن كاينين أسباب أخرى خلت أن المنتخب ديالنا ما يقدرش يفوز بكأس إفريقيا في مناسبات كثيرة، رغم أن الظروف كانت مواتية في مناسبات عديدة باش أننا نمشيو بعيد في هذه البطولة هذه، ولما لا الفوز بها. السبب الأول في نظري في غياب المنتخب الوطني على منصة التتويج في هذه البطولة هذه كان لأن الاهتمام ديالنا كان منصب حول التأهل لكأس العالم وحول البروز بوجه مشرف في هذه البطولة هذه. هذه البطولة غادي تنظم لأول مرة سنة 1957 في السودان، وغتبقى تلعب كل سنتين، والمغرب ما شاركش في هذه البطولة هذه إلا ابتداء من سنة 1972، يعني أنه غاب تقريبا على 7 دورات أولى من هذه البطولة هذه. ولكن في المقابل المغرب دار شحال من محاولة في هذه الفترة هذه باش أنه يتأهل لكأس العالم، وشارك في واحد الملحق عالمي ضد منتخب إسبانيا سنة 1962 في مقابلة ديال الذهاب والإياب، وكانت مقابلة قوية جدا سواء في الذهاب وسواء بالإياب، والمنتخب الإسباني قدر أنه يحسم هذه المواجهة هذه بتفاصيل صغيرة، حيث أن المنتخب الوطني قدم أداء كبير جدا وكان قاب قوسين أو أدنى من أنه يتأهل لكأس العالم كأول بلد إفريقي كيدوز من التصفيات. بل إن الإلحاح ديالنا على المشاركة في كأس العالم والإصرار ديالنا والاستماتة ديالنا على المشاركة في التصفيات هو اللي خلى الفيفا تخصص مقعد للمنتخبات الإفريقية، وطبعا غيكون المغرب أول بلد غادي يمثل إفريقيا في كأس العالم سنة 1970 في المكسيك. هذه المشاركة في هذا المحفل العالمي والصورة اللي بان بها المغرب في هذيك البطولة والمباراة ديالو أمام ألمانيا اللي سلطت الكثير من الأضواء على المنتخب وعلى المغرب كبلد، خلات أن المسؤولين على الرياضة في بلادنا يهتموا كثيرا بكأس العالم، وفي المقابل خلات الاهتمام بكأس إفريقيا يكون ضعيف جدا ويبقى دائما تحت ظل المشاركة في كأس العالم. فملي كتشوف مثلا الطريقة باش كيهضر الإعلام ديالنا على الإنجازات اللي كانت في كأس العالم 1970 و 1986، وملي كتشوف كيفاش ان الانجاز ديال الفوز بكاس افريقيا سنه 1976 كان كيحظى بواحد الاهتمام ضعيف جدا، كتفهم الى اي حد كان الاهتمام بكاس العالم اكبر واهم في نظر المنظومه الكرويه المغربيه كافه، بالاعلاميين ديالها وبالمسؤولين ديالها وحتى بالجمهور اللي لسنوات طويله ظل يعتبر التاهل لكاس العالم والظهور بوجه مشرف في كاس العالم هذا اهم بكثير من كاس افريقيا. الى جانب هذا الشيء نقدروا نهضروا على عامل اخر خلى أن مثلا الاهتمام ديالنا بكأس إفريقيا يكون ضعيف جدا، وهو القيمة المالية ديال هذه البطولة هذه اللي كانت في البدايات ديالها تقريبا تعتبر لقب رمزي وما كان فيها حتى شي تعويض مادي، بل إنه إلى غاية بداية الألفية كان التعويض على الفوز بكأس إفريقيا هزيل جدا. فمثلا في دورة نيجيريا سنة 2000 كان التعويض فقط 500 ألف دولار، يعني نصف مليون دولار، وهذا كان مبلغ زهيد جدا ومبلغ هزيل جدا، ما كانش كيحفز الجامعه ديالنا على انها تسخر امكانيات كبيره جدا للمنتخب باش انه يرجع بهذا اللقب، عكس كاس العالم اللي غير بمجرد تاهل الفيفا كتعطي تعويض سخي جدا للجامعات ولا الاتحادات اللي غتأهل لهذه البطوله هذه. خاصنا كذلك نهضروا على عوامل ذاتيه خاصه باللاعبين وعلى الحافزيه ديالهم وعلى الرغبه ديالهم في تحقيق نتائج ايجابيه في هذه البطوله هذه، اللي في وقت ما كانتش قبله الاكبر الكشافين ديال الانديه ديال كره القدم، خاصه في السبعينات والثمانينات وحتى في بدايه التسعينات، والاهتمام ديال الانديه الاوروبيه الكبيره بالمواهب الافريقيه اللي كتلعب في هذه البطوله هذه ما بدا الا في اواخر القرن العشرين، يعني في اواخر التسعينات عاد ولات هذه الانديه هذه كتصيفط الكشافه ديالها باش انها تراقب اهم المواهب. الشيء اللي خلى ان اللعابه ديالنا في سنوات معينه كيشوفوا ان التألق في كأس العالم هو البوابه ديالهم للاحتراف، هو البوابه ديالهم لانهم يديروا مسيره رياضيه ناجحه خاصه خارج المغرب. وحتى فاش بدات الانديه الاوروبيه كتصيفط الكشافه ديالها لهذه البطوله هذه، المغرب انتهج سياسه اخرى وهي سياسه جلب المواهب مكونه في الدوريات الاوروبيه اللي عندها اصول مغربيه، وهاد اللعابه هادو ما كانوش طبعا محتاجين لتسويق الصوره ديالهم في بطوله بحال كأس افريقيا باش انهم يزيدوا يطوروا المسيره ديالهم، بحكم انهم ديجا تيلعبوا في دوريات اوروبيه وبحكم انهم كلهم عندهم باسبورات حمراء يعني ديال الاتحاد الاوروبي، شيء اللي كيسهل لهم الانتقال لانديه اخرى ولدوريات اخرى من بوابه الانديه ديالهم، وماشي بالضروره الانتظار يعني تألق في كأس افريقيا باش انهم يحققوا هذا الشيء. كاين واحد العامل مهم جدا ما خصناش ننساه وخصنا ناخذه بعين الاعتبار، وهو الفشل السياسات العموميه في المجال الرياضي وفي مجال كره القدم بالخصوص في المغرب
لسنوات معينه. ما غاديش نذكر التخبط اللي مر منه المنتخب الوطني الاول في مجموعه من السنوات، والتخبط في سواء التسييري ولا في يعني في المواكبه ديال هذا المنتخب هذا. ولكن غادي نهضر على حوايج اخرى، وهي انه مثلا كانوا دازوا عندنا اجيال ذهبيه ديال الشبان وما استغليناهمش، بل اننا فرطنا فيهم. مثلا كان داز عندنا منتخب الشباب اللي فاز بكأس افريقيا للشباب سنه 1997 هنا في المغرب، وكانوا فيه مواهب كبيره جدا، وللاسف بزاف من هاد المواهب هادو ما استمروش في المستوى العالي وما كملوش المسيره ديالهم مع المنتخب الاول. نفس الشيء وقع لينا ثاني في الجيل ديال سنه 2005 اللي وصل نصف نهائي كاس العالم، وكانوا فيه مواهب كبيره جدا، الا ان اغلب هاد المواهب هادو ما تطوراتش وما كملتش المسيره ديالها بسبب هذا التخبط التسييري هذا، وبسبب ان المسؤولين على الانديه ديالنا اللي كيلعبوا فيهم هاد الوليدات هادو ضحاو بهم وما كانوش كيلعبوهم فقط لانهم كانوا يعني تحت ضغط النتائج الجاهزه، وكان خصهم يجيبوا اللاعب الجاهز. الشيء اللي خلى انهم ما عطاوش الوقت الكافي لهذه المواهب هذه انها تنمي القدرات ديالها وانها تسقل الموهبه ديالها باش شي نهار تاخذ يعني المشعل ديال المنتخب الوطني.